والله الكورة ما كانت بذي الإمكانيات، يعني كانت بسيطة، يعني هواية عشقة أبدا، ما نوايق للفلوس وللمادة وما أدري إيه. أحيانا اللبس نحن نروح نشتريه من عندنا، يعني ما كانت بذي الإمكانيات، بس لحقناها نحن في أيامنا الأخيرة. أنا بالنسبة لي أنا يعني في جيلي يعني لحقت شيء بعد الشيء يعني. والله نعسكر في قبل المباراة بليلة، نعسكر في النادي. أحيانا كمان أحيانا يلمنا الأستاذ عبد الله رئيس النادي الله يرحمه الشاعر عبد الله عريف، أيام ما كان رئيس النادي. أحيانا كان يلمنا في الوقت في الأجواء الحارة، كان يلمنا ونطلع على عرفة، كانت عرفة قهاوي، ننام في القهاوي وهو كده في وسطنا ونحن حوالينه داير ما يدور كراسينا كده. واصله نحن اللعيبة ما نطلب فلوس ولا ندور فلوس، لأننا بنلعب هواية، عشق حب لمكة وحب للشعار هذا الأحمر والأبيض، حب من جد. كنا ما شفت لو انهزمنا نندر نبكي. والله كلهم ما شاء الله تبارك الله، يعني لو كانوا في الجيل هذا في الوقت هذا في وقت الفلوس هذه، كل واحد يسوى له يمكن زي دول اللي بياخدوا 30 مليون و35 مليون، من مثلا زي فؤاد الخطيب، محمد الفايز، حامد سبحي، يعني كلهم يسووا المبالغ هذا في ديك الايام. لو كانت المبالغ هذه موجوده يعني ما في واحد فيهم ينزل عن 30 المليون و 35 مليون، بس ما كانت في الملايين هذه. لعبنا نحن دوري كامل واخذين المركز الثاني، اخذنا 300 ريال. لعبت جميع الفرق كلها هذه اللي في المملكه انا لعبت فيها، والحمد لله من فضل ربي ما في فريق اللي ما جبت فيه هدف. في الأهلي وفي الاتحاد. في الاتحاد سجلت أول ما لعبت مهاجم، سجلت في تركي بافرض الله يذكره بالخير هذا في ساحة إسلام، وانتهت الوحدة فايزة 1-0. والله في لعيبة، كان حامد الصبحي، هشام بكر، سعيد غراب، النور موسى، كانوا يلعبوا مع بعض النور موسى وسعيد غراب الله يرحمه. النور موسى كمان. وفي الاهلي في الدكتور عبد الرزاق ابو داود، سليمان ابو داود ولد اخوه، كانوا 2 سناتر من السناتر المحترمين، سليمان ابو داود وعبد الرزاق ابو داود، كانوا يلعبوا الاثنين جنب بعض. سجلت في الاهلي؟ ايوه نعم، كان في عبد الرزاق ابو داود واحمد عيد وسليمان ابو داود، كتر خيرهم والله. عمل جيد جدا، عمل محترم من جد، لانه في بعض اللعيبه ما حد يدري عنهم. انا من الناس اللي ما حد يعرف سعود حريري. مين سعود حريري هذا؟ مين لطفي لبان؟ مين سليمان بصيري؟ مين والله يشكروا عليه القائمين عليها والمتعاونين معاهم، مع عيال باناجة الله يذكرهم بالخير، والدكتور عبد الرزاق ابو داود واحمد عيد، وهذول كلهم مشرفين على العملية دي، والله يكتر خيرهم.